هاي، ازيكم كلكم؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين. النهارده جايبه لكم شويه نصايح من عمق تجارب الحياه، يا رب كلكم تستفيدوا بيها علشان ازاي نبقى واثقين من نفسنا، شخصيتنا اقوى، و كلها بناء على تجربه مني ومن حاجات كتير، لان انا ما اتولدتش كاريزما، انا وقعت في اخطاء وكنت بهبل فاتعلمت بالطريقه الصعبه يعني. فجايه النهارده اديكم النصيحه دي على طبق من ذهب واقراها لكم. اول نصيحه، اتعلمي تستمتعي بوحدتك، تسمعي صوتك، تسمعي افكارك وتتونسي معاها وتقضي وقت معاها. انا زمان كنت شايفه، انا كنت بحب اخرج لوحدي من زمان واتعلمت، يعني دي حاجه فيا من زمان، بس كنت شايفاها انه مجبره اعمل كده عشان مش معايا صحابي وانا صغيره يعني. لكن لما كبرت شويه الحقيقه ان انا بقيت احب اخرج لوحدي اكتر، بقيت احب اقضي وقت مع نفسي واعمل بلانز نعملها انا ونفسي مع بعض، نتفرج على فيلم انا ونفسي عارفين ان الفيلم ده هنتبسط بيه جدا، من غير بقى ما حد يقعد يدينا اراء مناقضه للي عاجبني انا يستي عجباني. فاتعلمت ان انا اتبسط بوحدتي جدا، اخرج مع نفسي، اشتري ميك اب مع نفسي، والحقيقه ان انا الفتره اللي انا ببقى قاعده فيها مع نفسي ببقى مبسوطه جدا، ببقى مرتاحه، ببقى اهدى. فتعلمي تعملي ازاي ده بانك انتي الاول هيبقى الموضوع صعب، لانك انتي لما بنقعد مع اوقات مع نفسنا كتير احنا طول الوقت بنسمع الاصوات الخارجيه اكتر ما بنسمع صوت نفسنا. فاتعلمي انك انتي تسمعي نفسك اكتر، انك انتي حتى لو الصوت بتاع نفسك ناقد وفي حاجات، تعلمي ازاي تهديه، تعلمي ازاي تسمعيه ويخليه يوريكي المكان الصح اللي انتي تمشي فيه. الاول انا كان الصوت ده بيزعجني جدا، لانه كان معظم الوقت بيضايقني، كان بينقضني بشدة. لكن لما انا قعدت ركزت مع الصوت ده، حتى وهو بينقضني بشدة، هو بينقضني بشدة لسبب ان انا بستمر على حاجة بتأذيني، انا مستمرية في حاجة عمالة تأذيني 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 تأذيني. فانا طبيعي لما حاجة تكون بتحبني وبتخاف عليا طبيعي تقعد تزعقلي. انا لو بعمل حاجة خطأ قدام ماما الله يرحمها، طبيعي ان انا لما اشوفني بعمل حاجة الخطأ دي تقعد تزعقلي. فهو ده الطبيعي. فتعلمي تسمعي صوتك، لما تتعلمي تسمعي صوتك حتى لما تغلطي صوتك هيقولك على الاقل حاولتي، لما تتفقي انتي ونفسك جواكي هيقولك على الاقل حاولتي. شفتي بقينا صح ازاي؟ لا انتي هتقولي لها او هي هتقولك. لما انتي تتجنبي الحاجه دي حاولي انتي ونفسك تتفقي معاها وتبقوا انتوا الاتنين صحاب. ركزي مع نفسك. يعني ايه ركزي مع نفسك؟ ما تركزيش دي لابسه ايه، ودي عامله ايه، دي اتخطبت، دي اتجوزت، دي حامل، دي خلفت، دي طلقت، دي دخلت عملت كذا، دي راحت اخدت دبلوم. لو انت هتركزي من باب انك تتعلمي، ماشي، مش انك تقارني، مش انك تنظري، مش انك تحسسي نفسك انك قليله وانك لسه متاخره، لو هتركزي من باب انك تقتبسي الحاجه اللي قدامك دي تتعلمي منها، جو هاد. انا حواليا ناس صحابي اللي عملت ماجستير واللي عملت مش عارف ايه واللي عملت، فانا بقعد اسمعهم من باب ان انا اقعد اتعلم منها. تمام، وباخد من الطاقه بتاعتها في الجزء ده حاجه تغذيني انا كمان. شوف صاحبتي دي بتلبس منين، الله حلوه قوي الشوز اللي انت لابساها دي تحفه، جايباها منين، مش عارف ايه، عندها تريكس او اسرار تزود طاقتي. ما اقعد اسمعها، ما اقعد اتعلم منها، مش هقعد ابص لها بصي شايفه عامله ازاي وانا حزينه وقليله، وبص انا مبهدله في نفسي ازاي، وبص ماشي، بصي انت مبهدله في نفسك حبيبتي، ما تقعديش تجلدي نفسك، وقومي اقفي قدام المرايه، هاتي صاحبتك دي تخليكي تقولي لها انا عايزه ابقى كذا، انا حاسه، بس تكوني بتثقي فيها. خدي بالك، اتعلمي منها. لو انت حاسه انت مش عايزه تعملي كده، اقتبسي جزء من الحاجه دي، الله دي بتعمل حاجه دي بطريقه حلوه انا هتعلمها، واقعدي اتعلمي واسمعي دي واسمعي دي واسمعي دي، وما تكبريش. عادي، الناس درجات والناس ثقافات، والناس في دي مستواها في النظافه اعلى مني، ما اتعلم منها
ودي مستواها احسن مني في المذاكره، ما اقعد اتعلم منها وابقى احسن، واخد من كل حاجه، من كل اغنيه جمله مفيده تغذيني وتعلمني. ليه؟ ايه المشكله؟ بس الاهم من ده كله بقى مركزه مع نفسي، ما اقعدش اقارن، ما بقاش شايفه نفسي قليله وان انا ما بحاولش. ركزي مع نفسك، علميها، غذيها، واعرفي ان انت ليكي رحلتك، وان انت في محطه. هي ممكن تكون مثلا عملت دراسات عليا، بس هي ممكن تكون وحيده ما عندهاش صحاب، بس انت عندك صحاب وذكريات، وبتسافري وبتروحي وبتيجي، عندك حصيله تجارب في الحياه هي مش عندها. بس هي من ناحيه تانية مثلا عامله ماجستير، عامله كذا كذا كذا. كل واحد ليه درجات. هي ممكن تكون بتعاني من حتة معينة في حياتها، هي انت مش بتعاني منها، بس انت بتعاني في حتة تانية معينة في حياتك. فكل واحد ليه رحلته، وده المقصود بكلمة ركزي مع نفسك. ركزي مع نفسك، ما تقارنيش مع حد، وما تقلليش من نفسك، بالعكس حسنيها وطوريها، واعرفي ان انت جميلة. يلا بصي يا ستي، ما ترضيش بالقليل، وده ما يخليش عندك استحقاق مزيف. لا، انت بتركزي مع نفسك، تشتغلي عليها لدرجة انك مش شاغلة مين قال ايه، مش شاغلك مين قال ايه ومين عمل ايه. فهي الكلام واضح. خليني بس اوضح الحاجة القليلة. ما ترضيش بالقليل. بس الكلام ده هيزعل ناس كتير، بس ممكن يصير جدل، ولكن انا والله بتكلم من باب انه من باب حسن نية. يعني ما يبقاش انت مثلا ثقافتك قليلة جدا، وعايز تتجوزي واحد مثقف جدا جدا وبتاع ومش عارف ايه، وانت يعني هو هيتكلم مع مين؟ هيكلم نفسه؟ ما المثقف ده عايز واحدة يقعد يتكلم معاها مثقف، صح؟ ده المقصود بالاستحقاق المزيف. انا عايزة واحد غني جدا، وعايزاه طموح، وعايزاه مش عارف ايه، وعايزاه 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 وعايزاه، وانتي اصلا قاعدة في البيت بتكسلي تقومي تاخدي شاور، بتكسلي تذاكري، بتكسلي اصلا تعملي حاجة لنفسك، شايفة نفسك اخر الدنيا، بس انتي مستنية واحد فارس الاحلام ياخدك على حصانه الابيض ويطير، وده مش حقيقي. انتي ما يبقاش عندك استحقاق مزيف. انتي بتشتغلي على نفسك، انتي عارفه مثلا انك دمك خفيف وعسوله، وبتشتغلي على نفسك، بتحبي القرايه، بتحبي المذاكره، بتسافري وبتاع. انتي مش كامله، انتي مش 100%، انتي عندك عيوب ومميزات، بس على قد المميزات بتاعتك اللي عندك، اللي انتي اشتغلتي عليها وتعبتي فيها جامد، خدي حد تمام ممكن يكون اعلى منك، بس انتي عارفه انك هتعلي معاه، انتي عندك القوه والقدره انك هتعلي معاه، هيشدك وهتطلعي معاه. انت عارفه ده، انت عارفه ان انت عندك مثلا 50% معلومات، هو ال 50% قصادها هو مش عنده. انت ناجحه في حته معينه واو، وبتلمعي في حته معينه، وهو واو بيلمع في حته معينه. فاهمه قصدي؟ يا رب يا رب اكون عرفت اوصل لكم اللي انا اقصده. اكتشفي نفسك، اكتشفي شخصياتك، مش شخصيتك، شخصياتك. اكتشفي نفسك، انت بتحبي ايه، بتحبي تاكلي ايه، ما بتحبيش تاكلي ايه، المزاج بتاعك في الحاجات دي، بتحبي افلام ايه الحاجات اللي بتأثر فيكي وما بتأثرش فيكي، ايه الكلام اللي بيشجعك وبيحفزك، وايه الكلام لا وايه اللي لا، والوقت اللي انت بتكوني مش متحفزه فيه تعملي ايه. كل ده لما انت تتعرفي عليه هتعرفي تديري مشاعرك اكتر. طب وايه تعرفي على شخصياتك دي؟ شخصياتك، شخصيه البنت، شخصيه الزوجه، الخطيبه، الحبيبه، الام، الصحبه الوفيه، الست اللي بتشتغل. واحنا في الشغل انا كنت بتعامل بحاجه كده، انا بصراحه كنت واقعه فيها من قريب. يعني كنت بقعد اقول انا طيبه وظريفه وجميله، ونفس الكاركتر دي اصحابها في الشغل، نفس الكاركتر دي اصحابها في الحياه بره، بتعامل بكاركتر واحد ما بغيروش. بس للاسف، او مش للاسف، هو ده الصح، ده مفيد ليكي، انك انت لما تروحي للشغل السنس اوف هيومر هيبقى موجود بتاعك، بس هنقلله شويه ونطلع انك انت تيكت سيريس، تاخديها جد اكتر. السذاجه والكلام العفوي العشوائي بيبقى موجود ما بين الصحاب والاخوات، بس احنا بنراقب كلامنا اكتر في الشغل. فانتي دي شخصياتك،
الشخصية دي شخصية الست اللي بتشتغل، فيها مثلا كذا وكذا وكذا وكذا، وصفاتها كذا وكذا وكذا وكذا، وصفات الست الزوجة فيها كذا وكذا 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 وكذا. الزوجة ما ينفعش تبقى في الشغل، ولا الزوجة ينفع تبقى مع الاخوات. انت بتنوعي وبتزيدي وبتقللي في كل دور في حياتك، او في كل رول انت بتلعبيه في حياتك. صفاتك والمشاعر بتاعتك بتزيد وبتعلى. متتعامليش بنفس الشخصية في كل دور في حياتك، لان ده احيانا كتير مش هيبقى مفيد وهيوقعك في مشاكل. اللي بعده، لا تكوني حمقاء عفوية في غير محل. استخدمي ذكائك للحصول على ما تريدين، وتعلمي أساليبك وطوريها. هي دي كذا حاجة في بعض. لا تكوني حمقاء عفوية في غير محل، يعني متبقيش عفوية زيادة عن اللزوم لدرجة انه يتقال عليكي حمقاء ويقلل منك ومن هيبتك. تمام. استخدمي ذكائك، اتعلمي ازاي تستخدمي ذكائك زي ما قلت لك في كل شخصيه من شخصياتك. ذكائك كزوجه، ذكائك كصاحبه، ذكائك في الشغل، في كل حته من دول في نوع معين من الذكاء ونوع معين من الاساليب تستعمليه. لو عرفتي تكتشفيهم وتستعمليهم صح هتاخدي اللي انت عايزاه دايما. البنت الواثقه في نفسها غنيه جدا من جواهم من عقلها. عارفين لما قلت لكم انكم ما يبقاش عندكم استحقاق مزيف؟ انت لما انت تشتغلي على نفسك كتير، تشتغلي على عقلك وذكائك وشخصيتك، هتتقلي كده. عارفه انت عارفه انك انت ذكيه، انت عارفه انك انت مثقفه، فبس عارفه انك انت كمان مثقفه وعندك استعداد تستقبلي حاجات اكتر. فمفيش كلمه هتوديكي وبتجيبك. اللي هيقعد يزعق فيكي وهيقعد يعمل ومش عارف ايه ويحاول يهزك ويهز ثقتك في نفسك، مش هتتهزي. انت عارفه انت مين. لما تشتغلي على ثقافه عقلك وروحك وتشتغلي على الجوانب بتاعتك كعقل وروح وقلب، ومن بره شكلك، لبسك، طريقتك، مشيتك، هتبقي عارفه انك انت اشتغلتي على الحاجات دي قوي، مش هتتهزي. فاهمه قصدي؟ يا رب تكوني فاهمه قصدي. بصوا بقى الموضوع ده، نصيحتك غاليه، اتعلمي تقوليها ازاي وامتى. متمشيش توزعي نصايحك، وما تبقيش مزعجه بانك ماشيه تنصحي ده وده 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 وده. خلي نصيحتك غاليه. لما يطلب منك تنصحي اللي قدامك، يا ريت لما تكوني بتنصحيه ما تحسيش ان انت فوق وهو تحت. وحاولي انك انت ما توصليش اللي قدامك انه يتخنق ويقرف من كتر ما انت قاعده عماله تنظري عليه، لانك انت كده هتنفري اللي حواليكي منك وهتخليهم مش عايزين يتكلموا معاكي. فتكير قوي 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 من النقطه دي. خلي نصيحتك غاليه وكلامك غالي وفي محله. واياكي بقى اثناء ما انا بقى بقول لك ما تنصحيش حد، اياكي بقى تقعدي تبرري اللي رايح واللي جاي، انت مين وايه وعايزه ايه. انت تصرف منك حصل والله يا جماعه، انا ما بقعدش امسك اللي قدامي اتجادج عليه. ماشي؟ يعني انت بقى خلاص ما بتنصحيش حد، ما بتجادجيش على حد، سايبه كل في حاله. فلما حد يجادج عليكي ويسخف عليكي هيبقى ردك على طول يا جماعه انا ما بحكمش على حد، وكل واحد بيعمل اللي هو عايزه. هل انا علقت على حد؟ لا. اذا بتعلقوا عليا انا ليه؟ هيبقى ردك ساعتها قوي وفي لحظتها، ومش هتترددي انك تقوليه. بس يا رب النهارده تكون الحلقه عجبتكم. انا عارفه بقالي كتير ما بنزلكوش حلقات. وفاة ماما كانت هداني وهي ما زالت هداني. ولكن 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 لازم نقوم، لازم نحاول نبدأ، لازم نحاول نقوي نفسنا. وهعمل حلقة عن الموضوع ده ان شاء الله. بحبكم كلكم. باي باي.